Free audio post-production by alphonic.com. يا مساء الجمال والدلال على أحلى متابعين لبودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين وأهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست. هي حلقة سخنة باردة رطبة جافة صيفا ممطرة شتاء. صراع أنا شايفه من أعبط الصراعات المصرية بصراحة وأشدها قوة في نفس الوقت. احنا كده وصلنا للحلقة الرابعة من حلقات الصراعات، ووصلنا معاها لمرحلة ان احنا بنتصارع على حاجة مش بايدينا اصلا. لا احنا اللي عملنا الصيف والشتاء ولا لينا دعوة بيهم خالص، هذا من صنع رب يعني، سبحان الله في صنعه. بس برضه هنتخانق. هنبدأ بالناس اللي بتحب الصيف عشان هو بيجي في الاول بس في السنة، يعني زي الترتيب الابجدي كده يعني. الصيف حلاوته في الاجازة. وطبعا كلامي هنا للطلبة الصغيرين الحلوين اللي بيسهروا للفجر ويناموا لغاية العصر. واخد بالك انت؟ مش الترانة المربوطة في ساقية 365 يوم وربع في السنة ما عدا العطلات والاجازات الرسمية. سامعني يا تمانيناتي وتسعيناتي يا بائس منك له؟ ها؟ ماشي. الصيف حلاوته في المصيف، لو عرفت تطلع تصيف يعني. حلاوته في انك كرب اسرة يعني، انك تنام ومراتك وعيالك يجوا يتخانقوا معاك الخناقة السنوية التقليدية بتاعت المصيف. يا بابا بقى احنا جايين نتفسح ونصيف ولا جايين ننام؟ عارفينها انتوا الجملة الجميلة دي؟ الصيف حلاوته في الايس كريم اللي بيكون تقريبا وجبة رسمية، وجبة رابعة او خمسة وساعات ستة يعني. ربنا يخلي لنا عم جمعة ومنتجاته العسل يعني. الصيف حلاوته في فاكهته، وما أدراك ما حلاوة فاكهة الصيف؟ مانجا، عنب، بطيخ، خوخ. حاجات كده لما تاكلها وهي طالعة من التلاجة بتحس ان في شلال بارد نازل بيبرد لك جسمك كله وينشر كده طاقة كلها برودة وانتعاش. حاجة كده بص شغل فنادق. في نفس ذات الوقت هقول بقى للناس اللي بتحب الصيف ده ان تقريبا شمس الصيف سيحت لهم مخهم وخلتهم مش قادرين يفكروا بشكل سليم. ربنا يشفيهم يا رب ويعفي عنهم ويرجعوا لصوابهم كده ويعقلوا. الصيف فصل من فصول السنة طبعا وله هيبته ومكانته وكل حاجة، بس هو ما بيتحبش، ما ينفعش يتحب. واخد بالك؟ انا اقول لك بقى انت تحب الصيف امتى. انت تحب الصيف لو بتحب تفتح الفرن والحاجة بتخبز اي حاجة جوه وتتنفس الهواء السخن اللي طالع منه ده، حب الصيف ساعتها. لو بتحب تستحمى كل ربع ساعة وتطلع اخر اليوم جلدك مكرمش وحالتك كرب، حب الصيف. لو بتحب تشغل مراوح وتكييفات وتتلسوع بجد بقى في فاتورة كهرباء تنسيك اسمك، حب الصيف يا عم. طب يا عم التمريناتي اهدى على نفسك بس شوية كده، احنا كده اتلخبطنا. انت كده بتحب الصيف ولا بتحبوش؟ والله يا جماعة انا راجل حقاني، يعني انا قلت رأيي في الصيف من وجهة نظر اللي بيحبوه واللي مش بيحبوه. انا شخصيا بحب الشتاء، وبدعي دايما لمحب الصيف ان ربنا يشفيه ويعفي عنه ويرده لاهله والعقل وسلم غانم يا رب. قولوا امين. ليه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. واول حاجه يا جماعه، وانا سقعان في الشتاء هلبس هدوم تقيله، هلبس كلسون تحت البنطلون، هلبس تيشيرت كم طويل تحت القميص، هلبس بلوفر ولا اي حاجه مبطنه فوق الهدوم. المهم هفضل البس في هدوم لحد ما اتدفى. امين امين. في الصيف بقى انا هقلع لحد فين؟ يعني هقلع لحد امتى؟ ما هو في حدود للقلع. يعني انا لما بقى قاعد في البيت براحتي، واخد بالك، براحتي، يعني فاضل لك زلطه تطلع بره، مش هفسر اكتر من كده، وبرضه حران ومش عارف اتنفس ومش طايق نفسي، هروح فين بعد كده؟ ما هو ما فيش. ثانيا انا سقعان في الشتاء وانا نايم، هتغطى ببطانيه واتنين وتلاته واربع الحفه والبس لكلوك وزعبوط وجوانتي، هتدفى. هوصل لمرحله ان انا هتدفى. في الصيف انت هتنام ازاي ولغايه فين؟ يعني انت هتفضل تقلع لغايه لما تنام يعني؟ ده غير كمان بقى العرق اللي انت نازل بقى من على جسمك كده، ممكن يبقى نازل على خدك ولا على رقبتك كده من ورا ودنك، يخليك تنط وتفط، تحس ان في زي حاجه ماشيه على جلدك. ده قطع خلف ده، يعني تصحى مخضوض ان في حاجه ماشيه عليك.
حب الصيف حبيبي، حب الصيف. وعلى سيره الحاجات اللي ماشيه بقى على خدك ولا على رقبتك والكلام ده كله، الصيف ده موسم الحشرات. هي الحشرات بتطلع في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره عشان موسم التزاوج بقى، ويجيبوا اكل ويخزنوه، الموسم بتاعهم يعني. لكن في الشتاء كله بيتكن، كله في جحره مش بنشوفه، كل صيف يطلعوا. فلو حضرتك بقى بتحب الناموس والدبان والصراصير، حب الصيف براحتك يا باشا وعيش. يعني ما اقدرش اقول لك حاجه تانية. الناس اللي بتحب الصيف بيقولوا للناس اللي بتحب الشتاء انتوا بتمثلوا العمق، وقهوه وشتاء وفيروز وناسين ان الشارع بيبقى غرقان ميه وطينه وزبط، والناس بتحتاس والمواصلات بتبقى وحشه وزحمه. والله في الصيف برضه عادي، يعني لو واحد رش شويه ميه قدام القهوه ولا قدام المحل عشان التراب والهواء، هيعمل شويه طينه قدامه، فما فرقتش يعني. تمام. وانت ممكن ترد عليهم بمنتهى البساطه برضه، يعني هتقول لهم معلش المره الجايه هبقى اقول للسما تنزل ميه قليله. ايه يعني؟ وهي كان الشتاء خير، الميه نازله دي خير يعني. ده غير ان في حاجه اسمها صلاه الاستسقاء، يعني الناس بتصلي صلاه الاستسقاء عشان يا رب نزلنا شتاء. مفيش حد بيصلي صلاه تانية عشان الدنيا تبقى حر، ما بتحصلش يعني. تمام. هرد عليهم واقول لهم انا كاسكندراني بستنى الشتاء، عشان في شهر اواخر 10 اول 11 كده لغايه شهر 3. تمام. بطروخ البوري بيعقد، بيمسك نفسه كده، وبيبقى 3 4 شهور معانا بوري مشوي مبطرخ بطروخه كده قد صباع الكفته. فانت يعني عايز تضيع ده عليا؟ لا. وين كمان انا اديت للصيف حقه بصراحه يعني، وقلت ان في مميزات، الفاكهه بتاعته مثلا، المصيف. بس مستحيل تقنعني ان انت لو محتفظ بقواك العقليه كامله يعني انك تحب الصيف عن الشتاء. مستحيل، صعب صحيح. انت عندك مشكله، عندك حاجه. ده غير بقى ان في قائمه كامله من اشهى المأكولات في المطبخ المصري متأيفه على الشتاء، معموله عشان الشتاء. يعني الشتاء يجي من هنا، يلا بينا محاشي، يلا فته، يلا مكرونه بالبشاميل، عدس، شوربه عدس، باميه. الاكله كده اللي بتخش جسمك تسيح نخاع العظم المتجمد من الساعه. هل بقى في اكله معتمده للصيف؟ مفيش. بالعكس، كله في الصيف بيبقى مفرهد وحران، هات اي حاجه نتغدى اي حاجه ونخلص، عشان هو مستني بالليل ياكل ايس كريم وبطيخ ساقع. لكن الغدا نفسه لا، ما اي حاجه انجز. ولو اتقال اكل من الاكل اللي احنا قلناه ده في الصيف، يقول لك يا عم حر والفرهده. يعني هتمنع نفسك تتمتع بالمحشي عشان الدنيا حر وفرهده؟ انت مجنون. حب الصيف يا عم، حب الصيف. مش لاقي كلام اقوله اكتر من كده بصراحه، لان ده صراع غريب وعجيب. احنا لازم كده ايه، يبقى في نقر ونقير. لازم نبص على الحاجه ونقول لا انا بحب، لا انا ما بحبش، حتى لو زي ما قلنا حاجه مش بايدينا خالص يعني. بس اهو، نص الشعب مقسوم صيف ونص الشعب مقسوم شتاء. وكل واحد بقى ورغباته، كل واحد ودماغه. بس ربنا يهدي طبعا الناس اللي بتحب الصيف ويشفيهم ويردهم لاهلهم سالمين غالمين يا رب، بعقل راجح كده، لان هم تعبانين تعبانين، وربنا يشفيهم يا رب. ف خلاص مفيش كلام تاني يتقال اكتر من كده. حلقتنا النهارده خلصت. اشوفكم الحلقه الجايه، ومش عارف بقى هتبقى صراع جديد ولا هتبقى حاجه جديده خالص نتكلم فيها. فتمسوا بالخير يا رب. Free audio post production by alphonic.com.